ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هيكون اول فيديو في وصفات الطبخ بعد انقطاع تقريبا 4 سنين او اكتر. آه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، بإذن الله هيكون كل سبت في فيديو ليه علاقة بالمطبخ، وصفة، ممكن وصفة ومعاها ريفيو عن حاجة ليها علاقة برضو بالمطبخ. بمناسبة العودة، فالنهاردة هعمل كيكة شوكولات كده، سهلة جدا، من غير بيض ومن غير فرن كمان. يعني تنفع بفرن أو من غير، يعني زي ما تحبي. عملتها على طريقة شيف نادية السيد، مش أنا طبعا مخترعاها يعني. وصفاتها الحقيقة سهلة جدا و... وبتطلع ناجحة معظم الوقت. فانا خدت منها الوصفة دي وعملتها كتير قبل كده، عندي هنا في البيت بيحبوها، فقلت اعملها النهاردة بمناسبة العودة، تبقى نحتفل مع بعض. وكمان عندي مناسبة عائلية، فهاخد معايا الكيكة دي وانا رايحة. نبتدي بقى بالمكونات. كوباية مية سخنة، ومعلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان أي نوع تحبوه، كوباية كاكاو خام، تلت كوباية زيت، كوباية ونص دقيق، معلقة خل، معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، ونص معلقة ملح. والشوكولاتة دي هاخد منها قطعة للتزيين بس. هبتدي بقى اشتغل في المكونات. هحط السوائل الاول، وبعد كده هحط عليها الحاجات الباودر، الدقيق والكاكاو والسكر وكل مكونات الباودر يعني. هنا حطيت نص معلقة الخل صغيرة. ممكن نحط فانيليا، انا ما كانش عندي، بس هي ما فيهاش بيض فمش هتبقى زفرة. هنضرب بقى بالمضرب الكهرباء لغاية لما كل المكونات تندمج والسكر يدوب. بعد كده هنا البايركس او اي صينية طبعا تحبوها، انا دهنتها زيت وهفضي فيها الخليط بتاع الكيك. وبعد كده عايزين تدخلوها الفرن ممكن، او تحطوها على البوتاجاز. طريقة شيف نادية حطيتها على البوتاجاز بس غطيتها. ده منظرها كده، شكلها زي ما انتوا شايفين. ممكن انا عن نفسي سويتها في الفرن. هنا بقى هنعمل صوص بتاع الشوكولاتة. دول معلقتين كبار مليانين كاكاو خام، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، ونص كوباية زيت. والزيت هننزل بيه يعني على المكونات بقى دي، بس سرسوب بسيط زي ما هنشوف كده في الفيديو. حطيت اللبن والكاكاو والسكر، وهبتدي اشغل المضرب. ولما اشغل المضرب هنزل بقى بالزيت سرسوب بسيط خالص لغاية لما الصوص تحسوه ايه، بدأ يعني يمسك نفسه كده ويتقل شوية. مش هتلاقوه سايب قوي يعني، وبرضو مش ماسك قوي. تمام. بعد كده هدخله التلاجة لغاية لما الكيكة تستوي وتهدى خالص، وبعدين نحطه عليها. هنا انا طلعت الكيكة من الفرن، هسيبها تهدى بس شوية يعني، بس الحرارة بتاعتها تهدى ما تبردش خالص. وبعدين هبتدي اعمل فيها اخرام كده بالعصاية بتاعة الشيش طاووق او ممكن بسكينة. وبعدين هسقيها شوية لبن، يعني ممكن نقول معلقتين كبار لبن ولا حاجة. ممكن نزود اكتر شوية، كل ما هنسقيها لبن هتبقى طرية اكتر وهشة من جوه. هسيبها بقى تبرد خالص. وبعد كده هبتدي ازينها بالصوص بتاع الشوكولاتة. شايفين صوص الشوكولاتة لما قعد في التلاجة مسك نفسه اكتر.
هي دي كانت الوصفة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، واتمنى انها تعجبكم، وبإذن الله نتقابل على خير في فيديو جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.